السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بقناة المملكة الإخبارية. والآن إلى العناوين. عاجل الكيان الصهيوني يحذر مواطنيه من زيارة المغرب. والآن إلى التفاصيل. أصدر الكيان الصهيوني تحذيرا من السفر إلى المغرب ومصر والأردن يومي السبت، مشيرا إلى مخاوف من أن يصبح المسافر الإسرائيليون أهدافا لأولئك الغاضبين من الحرب المستمرة بين تل أبيب والمقاومة الفلسطينية. وجاء في الإعلان الصادر عن مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية أنه سيرفع حالة التأهب لمصر، بما في ذلك شبه جزيرة سيناء والأردن، إلى الدرجة الرابعة، ويدعو جميع الإسرائيليين الموجودين في البلاد إلى مغادرة في أقرب وقت ممكن. وفقا للإعلان ذاته، فقد تم رفع مستوى التهديد إلى 3 درجات، والطلب من الإسرائيليين تجنب السفر الغير الضروري. وجاء في الإعلان بأن النظر إلى الحرب المستمرة، نشهد زيارات كبيرة في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في الأيام القليلة الماضية في دول حول العالم، وخاصة الدول العربية في الشرق الأوسط. وأضاف: لقد تم إظهار العداء والعنف ضد الرموز اليهودية والإسرائيلية. وقال مجلس الأمن القومي إن خطاب الجهاد العالمي أصبح أكثر تطرفا، وهو ما يدعو إلى إيذاء الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم. شكرا، هذا كل ما في الموضوع في قناة المملكة الإخبارية. والآن إلى اللقاء.